السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبنا طلاب الصف الثالث الإعدادي. أهلا بيكم في أول حصة في فرع الجبر، والدرس اللي معانا النهاردة بيتكلم على قوى القوة. تعال نشوف إن شاء الله هناخد إيه النهاردة. تعال نفتكر مع بعض كده لما كان مثلا يقول لي ما معنى 2 أس 3، كنا بنقول اللي تحت ده بسميه الأساس، والعدد اللي فوق بسميه الأس. اللي تحت اسمه أساس، اللي فوق اسمه أس. طيب معنى 2 أس 3 معناه إن الاتنين مضروبة في نفسها 3 مرات، يعني 2 في 2 في 2 اللي هي كام؟ 8. يبقى ال 2 أس 3 بتديني 8، 2 في 2 في 2. طب لو بقول لك مثلا 3 أس 4 معناها إيه؟ معناها التلاتة مضروبة في نفسها كام مرة؟ 4 مرات، يعني الناتج يديني 81. جميل خالص. يبقى معنى الأساس مرفوع الأس معناه إن الأساس يتكرر بعدد مرات الأس. بقول لك مثلا 5 أس 3 معناها 5 في 5 في 5، وده يعتبر موضوع درسنا النهارده. تعالى كده اما نفتكر مع بعض قوانين الأسس. أول قانون معايا في قوانين الأسس كان بيقول لي يا شباب، من أشهر القوانين اللي خدناها في قانون الأسس، افتكر معايا كده، كان بيقول لي عند ضرب الأساسات المتحدة. لما نضرب أساسات، كلمة أساسات متحدة معناها أساسات شبه بعض. فالقانون بيقول لي عند ضرب الأساسات المتحدة، قال لي هعمل إيه؟ قال لي هثبت الأساس وأجمع الأسس. لما أضرب أساسات متحدة في بعض، سيب الأساس زي ما هو واجمع الأسس. يعني لما أقول لك مثلا 2 أس 5 في 2 أس 4، هقول له اللي تحت الأساس هنا كام؟ 2، والأساس هنا كام؟ 2. فده بقول عليها أساسات متحدة. بقول عليها إيه؟ أساسات متحدة. قال لك في الحالة دي بعمل إيه؟ ثبت الأساس زي ما هو، واعمل إيه في الأسس؟ اجمعها. 5 زائد 4 الكلام ده يديني 2 أس كام؟ 2 أس 9. جميل. القانون الثاني في قوانين الأسس بيقول لي عكس بقى. احنا قلنا هنا عند ضرب الأساسات المتحدة، فهناك هنقول عند قسمة الأساسات المتحدة. هنا هقسم بقى، قال لي برضو هثبت الأساس. ليه كده بقى؟ واطرح الأسس. يعني من الآخر عند الضرب كده كده الأساس في الحالتين بيتثبت. عند الضرب أثبت واجمع الأسس، عند القسم أثبت واطرح الأسس. حاجات خدناها قبل كده. أما أقول لك مثلا 2 أس 5 على نفس السؤال 2 خليها أس 3، هقول له ده عملية قسمة. قسمة إيه؟ قسمة أساسات متحدة شبه بعض. قسمة أساسات متحدة. قال لي ثبت الأساس زي ما هو بالظبط واعمل الأس عملية طرح. يبقى 5 ناقص 3 هيديني 2 أس 2 اللي هي 2 في 2 يعني كام؟ يعني 4. حلو خالص. الخاصية الثالثة من خواص أو من قوانين الأسس، خاصية رقم 3، بتقول إذا كان الأس سالب، لو الأس بتاع حضرتك عدد سالب، ده معناها لو أنت عاوز تخليه موجب، معنى كلمة إن الأس سالب معناه إن أنا هقلب الكسر. الأس السالب لو أنت عاوز تخليه موجب اقلب الكسر. مش فاهم؟ أما أقول لك مثلا 2 أس سالب 3، أنا عاوز أحط حاجة بتكافئها بس بأس موجب. هي 2 أس سالب 3، يعني الأس بتاعي سالب أهو.
قال لي الاتنين دي مقامها كام؟ العدد اللي ملوش مقام قلنا مقامه واحد. قال لك خلاص الأس السالب بيعمل لي حاجة، بيجي رايح قليب لي الكسر، هتبقى 1 على 2 أس موجب 3 اللي هي لو فكيتها تديني 1 على 8. 1 في 1 في 1 بسط مقام 2 في 2 في 2 إذا كان الأس سالب هالب الكسر. الخاصية رقم 4 بتقول لي خاصية مهمة على فكرة في الدرس، بيقول لي توزع الأسس على عمليتي الضرب والقسمة ولا توزع على عمليتي الجمع والطرح. يعني انت لو عندك أس في عملية ضرب اقدر اوزعها على كله. اديني مثال، اما اقول لحضرتك اكس واي أس 3 دي عملية ضرب. قال لي بدل ما اقول الكل أس 3، قال لي انا اقدر اوزع الأسس ديت على الحدود اللي عندي كلها او على الرموز اللي عندي كلها. توزع الأسس في عمليتي الضرب والقسمة، بس ما ينفعش اعمل كده في الجمع والطرح. يعني قال لي يعني ممكن اقول اكس أس 3 واي أس 3، اكس أس 3 واي أس 3. طيب ولو قسمة اما اقول لك مثلا اكس على واي الكل أس 5، ده عملية قسم. توزع الأسس عادي تبقى ايه؟ اكس أس ايه؟ اكس أس 5 على واي أس 5. قوانين الأسس لو بضرب أساسات متحدة بسيب الأساس زي ما هو وأجمع الأسس، محتاجها جدا جدا جدا. ولو بقسم بسيب الأساس زي ما هو وأطرح الأسس. لو الأس سالب هقلب الكسر. توزع الأسس على عمليتي الضرب والقسمة، ده حاجات كلها خدناها قبل كده. طيب نكمل، لسه معانا احنا كتبنا كام خاصية؟ كتبنا 4. رقم 5 بتقول، وركز معايا في رقم 5 دي أوي، ركز معايا في الخاصية دي. بتقول إن أي عدد هرفعه لأس صفر فالناتج هيكون 1. أي عدد في الدنيا هيترفع لأس صفر فالناتج هتكون 1 ما عدا الصفر. صفر أس صفر بقول عليها كمية غير معرفة، يعني ما اعرفلهاش قيمة. أي عدد مرفوع له أس صفر اديني 1، 2 أس صفر ب1، 3 أس صفر ب1، 100 أس صفر ب1، سالب 100 أس صفر أي عدد في الدنيا هرفعه لأس صفر هيديني 1. الموضوع منتهي. يعني لما أقول لك مثلا 3 أس صفر هقول له هتساوي 1. سالب 2 أس صفر هقول له هتساوي 1. صفر أس صفر لا ما ينفعش دي بقى. عشان كده عندي سؤالين مهمين قوي 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 قوي، واعتبر دي أول فكرة بالنسبة لك في منهج تالتة إعدادي، فكرة مهمة خالص. بتقول لي إيه الفكرة دي يا شباب؟ بتقول لي إذا كان إكس ناقص 3 الكل أس صفر بتساوي 1 فإن الإكس لا تساوي نقط. وقال لي إذا كان، ركز بقى، إذا كان إكس ناقص 3 الكل أس صفر بتساوي 1 فإن الإكس تنتمي إلى، شايف الفرق بين السؤالين؟ الفكرة الأولى بقول لك مديك قوس مرفوع لأس صفر وقلت لك بتساوي 1، والتانية نفس السؤال بنفس الأرقام بس هنا قلت لك إكس لا تساوي، هنا قلت لك إكس إيه؟ تنتمي. هنا لا تساوي هنا تنتمي. بص يا حبيبي صلى على النبي، ركز معايا. أنا بقول لك إكس ناقص 3 الكل أس صفر بتساوي 1. هتقول لي يا مستر طب ما أنت لسه قايل من شوية إن أي حاجة لما تترفع لأس صفر هتساوي 1. أقول لك مظبوط، بس أنت قلت ما عدا مين؟ ما عدا الصفر. ما عدا يعني الاساس بتاعي اللي هو احنا قلنا الاساس تحت والأس فوق. اي عدد هرفعه لأس صفر هيديني 1.
ما عدا مين؟ ما عدا الصفر. يعني اللي تحت ده ما ينفعش يبقى صفر، ما ينفعش يبقى صفر. فلما اقول لك اكس لا تساوي كام، يعني انت تقول لي اكس ما تنفعش تبقى بكام؟ لا تساوي يعني ما تنفعش تبقى بكام؟ هقول لك والله ما احنا قلنا اللي تحت ده اهو ما ينفعش يساوي صفر. الاساس اللي تحت ده اهو ما ينفعش يساوي صفر، عشان لو سوى صفر اقول له صفر اس صفر كميه غير معرفه. يبقى اي اساس في الدنيا، اي عدد في الدنيا، اي عدد انا اعرفه لو اترفع له اس صفر يديني واحد ما عدا الصفر. فلما يجي في مساله ويقول لي حاجه اس صفر بتساوي واحد، يبقى الاكس ما تنفعش تبقى بكام؟ هقول له الاكس ما تنفعش، لا انا هقول له الاساس كله ما ينفعش يبقى بصفر. لما احل المساله هقول له يبقى الاكس اودي الثلاثه بعكس الاشاره لا تساوي 3، يبقى الاكس ما تنفعش تبقى بكام؟ ما تنفعش تبقى ب3. طب ما معنى كلمة تنتمي؟ معناها الاكس تنفع تبقى بكام؟ يعني فهم قال لي الاكس لا تساوي، قلت له يعني الاكس ما تنفعش تبقى بكام؟ الاكس ما تنفعش تبقى ب3، عشان لو قلت 3 ناقص 3 يديني صفر، صفر اس صفر ما ينفعش. عشان كده قلت له الاكس ما تنفعش تبقى ب3. طب تحت الاكس تنفع تبقى بكام؟ يا مستر انت قلت لي اي عدد اس صفر بواحد ما عدا مين؟ ما عدا الصفر. خد بالك عشان ما تقوليش ما عدا الصفر، انت ليه هنا ما قلتليش اكس لا تساوي صفر؟ حبيبي انا عاوز الاساس ما يبقاش بصفر، انا عاوز الاساس اللي تحت ما يبقاش بصفر. ايا كان الشكل اللي مدولك باخده كله على بعضه اقول له لا يساوي الصفر، مش هقول الاكس. انا قلت الاكس بصفر، طب ما صفر ناقص 3 سالب 3، سالب 3 اس صفر بواحد. انا عاوز الاساس هو اللي ما يساويش الصفر، الاساس ما يساويش الصفر. طب هنا بيقول لي الاكس تنتمي، الاكس ممكن تبقى كام؟ ما احنا قلنا الاكس جميع الاعداد ما عدا العدد اللي يخليه الاساس بايه؟ بصفر. طب ما احنا لسه حالين السؤال قلنا الاكس ما تنفعش تبقى ب3، يبقى انا هقول له كل الاعداد تنفع ار اكبر مجموع احنا درسناه ما عدا العدد اللي هيخليه المساله بصفر اللي هو الكام؟ اللي هو ال3. فكرتين مهمين قوي، شوف الفرق بينهم. هنا بيقول لي ما تنفعش تبقى بكام؟ اقول له ما تنفعش تبقى العدد اللي يخليه للاساس بصفر. طب هنا بيقول لي تنفع تبقى بكام؟ هقول له كل الاعداد ما عدا فرق العدد اللي يخليه للاساس بصفر. حلو حلو. عندي فكره كمان مهمه، بيقول لي ايه مثلا؟ اذا كان 2 اس اكس بتساوي 5 فإن الأربعة أس إكس بتساوي كام؟ أما أقول لي إذا كان 3 أس إكس بتساوي 4 مثلا، فإن 27 أس إكس بتساوي كام؟ من الأفكار المهمة اللي موجودة عندي في الدرس الفكرتين دول. طيب بص يا حبيبي، سيبك من الناتج. هو هنا العدد كان 2 أس إكس، هو عاوز 4 أس إكس. طب الاتنين ازاي بقت 4؟ هيجي في دماغنا حاجات كتير، ازاي الاتنين بقت 4؟ واحد يقول لي انضربت في 2، اقول له ماشي. او انجمع عليها 2، اقول له ماشي. او اترفعت لأس 2، ما هو 2 أس 2 ب4. وبما ان انا شغال اسس، فعشان اقدر اوصل دالة أسية تتكون من اساس وأس الى دالة أسية اخرى، ما ينفعش اضربها في عدد. انا بعمل حاجه من اتنين في الفكره دي مالهمش تالت، يا اما بربع يا اما بكعب، يا بربع يا بكعب. ممكن اكتر من كده عادي، يعني ممكن ارفع اس 4 اس 5، بس انت في منهجك مش هتلاقي غير الاتنين دول، يا تربع يا تكعب بس. فالاتنين عشان تبقى 4 اتربعت ولا اتكعبت؟ اتربعت. 2 اس 2 ب4. طب هو ربع الاتنين خلاها 4، يبقى انا هاخد الخمسه اربعها فيطلع لي الناتج كام؟ 25، وهو ده الحل. طب السؤال اللي بعده، اللي ما فهمش يفهم اللي بعده. الرقم هنا كان كام؟ كان 3، بقى كام؟ بقى 27. احنا قلنا ما بنضربش في حاجه، احنا بنربع بنكعب. طب الثلاثه اتربعت ولا اتكعبت؟ لا اتكعبت. 3 اس 3 ب 27، يبقى انت كعبت الثلاثه، اروح اكعب العدد الثاني اللي هو 4، يبقى اقول له يبقى 4 اس 3 هيدينا 64. في اي مشكله لحد الان؟ اتمنى ما يكونش في اي مشكله. الفكرتين دول مهمين جامد، اذا كان دول او دول مهمين خالص. عند ضرب الاساسات المتحده بثبت الاساس واجمع، عند القسمه بثبت الاساس واطرح، دول من اهم حاجتين.
من اهم الخواص برضو اي عدد اس صفر بيساوي واحد ما عدا مين؟ ما عدا الصفر. وادانا مثالين بشكلين مختلفين. هو نفس انا تعمدت اديك نفس المثال بنفس الارقام. شوف الحل اختلف، واحد طلع بالثلاثه وواحد طلع فرق الثلاثه. اما يقول لي اكس لا تساوي كام، فانا هجيب له العدد اللي يخلي لي الاساس بصفر. طب لو قال لي اكس تنتمي لكام؟ كل الاعداد. كل الاعداد كلها تنفع ما عدا العدد اللي يخلي الاساس بصفر. وخدنا مثال تاني بيديني داله بتساوي رقم وعاوز داله تانية، قلنا الرقم اللي هو عاوزه يا اما متربع يا اما متكعب. القانون اللي انا جاي عليه النهارده اللي هو يعتبر بدايه منهج ثالثه اعدادي، بس طبعا انا مش هحل اسس من غير اللي فات ده كله. اللي فات ده كله يكاد يكون اهم من اللي انا هاخده النهارده. قانون قوى القوى اللي هو متسمى باسم الدرس. ايه قانون قوى القوى ده؟ قانون قوى القوى بيقول لك ان انت لو عندك عدد ليه اس داخلي والاس الداخلي ده عليه اس خارجي، ايه اس 2 الكل اس 3. فانا بيقول لك انت مش ممكن الاساس بالنسبه لك يبقى ايه اس 2 مرفوع لاس كام؟ لاس 3. معناه ان الاساس مضروب في نفسه 3 مرات. يعني ايه اس 2 في ايه اس 2 في ايه اس 2؟ 3 مرات اه. طب مش دي اساسات متحده؟ ايوه اساسات متحده. قال لك خلاص، طب ما تثبت الاساس واجمع الاسس. 2 زائد 2 زائد 2 هيديني كام؟ هيديني 6. فقال لك طب ما بدل وجع الدماغ ده كله، ان انت لو عندك اس داخلي واس خارجي اضربهم في بعض. وده قانون قوى القوى بيقول ان انا لو عندي مثلا الايه مرفوعه لاس ان الكل اس ام، يبقى انا عندي اسين، اس داخلي واس خارجي. قال لك خلاص الموضوع سهل وبسيط، لو العدد اللي عندي ليه اس داخلي واس خارجي يبقى ببساطه خلاص هعمل ايه؟ هضرب الاسين في بعض. هو ده قانون قوى القوى واللي بيتكلم عليه الدرس يعتبر. بيقول ان انا لو عندي اسين، اس داخلي واس خارجي، هضرب الاسين في بعض. يعني لما اقول لحضرتك مثلا 3 a اس 2 b اس 3 الكل اس 2. اولا دي ضرب اهي واستخدمناها في خاصيه التوزيع اما قلنا يوزع الاس على عمليه الضرب. بس ما علينا يعني، هبدا اوزع واحده واحده. 3 اس 2 يعني 3 اهو، 3 اس 2 خلاها واحده واحده، الاس هيتوزع على كله. طب الايه اصلا عليها اس وانت اديتها كمان اس، يعني لها اسين، واحد جوه واحد بره، ينضربوا في بعض يبقى تديني ايه؟ اس 2 في 2 ب4. طب البي اصلا عليها اس 3 وانت هترفع لها اس 2 يبقى يديني بي اس 3 في 2 بكام؟ ب6. اما اقول لك مثلا 5 اكس اس 2 واي اس 3 الكل اس 3. الكلام ده هيساوي الخمسة تاخد الأس 3 يبقى 125. خلاها أهم حاجة بالنسبة لي الرموز. طب الإكس أس 2 الكل أس 3 أضرب داخلي في خارجي يديني إكس أس كام؟ إكس أس 6. طب الواي هضرب داخلي في خارجي يديني واي أس كام؟ 3 في 3 ب9. ده قاعدة قوى القوة. الدرس بالنسبة لي هستخدم قانون الأسس وهستخدم قانون قوى القوى في مسائل اختصر اللي درسناها السنة اللي فاتت في تانية إعدادي، ولكن بإضافة القانون ده بس. انا اعتبر بالنسبه لي خلصت شرح الدرس، ولكن عندنا افكار مسائل كتير. تعال اما نشوف كده نتدرج بالافكار من السهل للصعب ونشوف الدنيا ماشيه ازاي. اولا بيقول لي اختصر لابسط صوره. اول حاجه في مسائل اختصر بلف على المثال كله، لو في حاجه ليها اس داخلي وخارجي اضربهم في بعض. الاثنين لها اس داخلي وخارجي هتديني 2 اس، هضرب الداخلي في خارجي 11 في 2 هيديني 22 مضروبه في 2 اس 3 على 2 اس داخلي في خارجي اضرب 6 في 3 يديني 18 في 2 اس 4. وبعدين هبدا اشوف لو في اساسات متحده ولا حاجه. طب ما البسط الاساس هنا 2 والاساس هنا 2 وهي عمليه ضرب، واحنا قلنا عند ضرب الاساسات المتحده بثبت الاساس واجمع الاسس. 22 و3 هيديني 25. هنزل تحت هلاقي عملية ضرب أساسات متحد، هثبت الأساس وأجمع الأسس. 18 زائد 4 هيديني 22. طب وبعدين هبص للمثال هلاقي مسألة قسمة، وعند قسمة الأساسات بثبت الأساس وأطرح الأسس. 25 هطرح منها 22 هيديني 2 أس 3. يعني 2 أس 3 يعني 2 في 2 في 2 اللي هي بتديني الناتج كام؟ 8. ادي اختصرناها لابسط صوره.
تعال نكمل. قلنا اول حاجه بلف على المساله، لو في اس داخلي وخارجي ينضربوا في بعض. يلا هيديني اكس اس 2 في سالب 3 بسالب 6 في اكس اس سالب 1 في 2 بسالب 2، والمقامات ما فيهاش اي اسس داخليه وخارجيه، هي متظبطه خلاص. البسط عندي عمليه ضرب. عمليه ضرب يا مستر، عمليه ضرب لاساسات متحده اللي هي الاكس اهو. اثبت الاكس واجمع سالب 6 وسالب 2، لا العددين لهما نفس الاشاره، هجمع بنفس الاشاره. هجمع واحط نفس الاشاره. في مسائل الجمع لو لهما نفس الاشاره بجمع واحط نفس الاشاره، سواء الاثنين موجب اجمعهم واحط ويبقى الناتج موجب، الاثنين سالب اجمعهم ويبقى الناتج سالب. مختلفين في الاشاره بطرحهم من بعض بس بحط اشاره العدد الايه الكبير. طب تحت سالب 3 وسالب 4 هم لهما نفس الاشاره، احط السالب واجمع. اصبح ده عمليه ايه؟ عمليه قسمه. هحط الاساس زي ما هو واطرح الاسس، يبقى سالب 8 ناقص سالب 7. سالب بعدها سالب يديني موجب، اهو دول هم مختلفين في الاشاره، يبقى هطرح 8 ناقص 7 يديني 1، بس حط نفس الاشاره العدد الكبير اللي هو سالب. اكس اس سالب 1، احنا قلنا ما معنى الاس سالب؟ الاس سالب بيعمل ايه؟ بيقلب الكسر. طب الاكس دي مالهاش مقام، لا مقامها 1، اقلب يديني 1 على اكس. نكمل. بدأنا نعلى بالمستوى شويه غير التاني. هبص للسؤال ما فيهوش اس داخلي وخارجي حبيبي، بص بقى في الحاجات دي. المسائل اللي زي ديت ابص للاساس. الاساس لو قدرت اخليه حاجه اس حاجه كان بها، يعني عدد زي التسعه كلنا عارفين ان التسعه 3 اس 2، عدد زي الاربعه 2 اس 2، 25 5 اس 2. فلو العدد قدرت اخليه حاجه اس حاجه يبقى حلو قوي، تبوس ايدك وش وظهر وتحمد ربنا. طب لو ما قدرتش اخليها حاجه اس حاجه يا مستر اعمل ايه؟ هفك الحاصل ضرب عددين، يعني عدد شبه السته مثلا، السته مش هعرف اخليها حاجه اس حاجه فهفكه 2 في 3. هفك العدد حاصل ضرب عددين، 2 في اي عددين والاثنين ياخدوا نفس الاس. يعني لو بقول لك 6 اس 2 اكس، الستة مش عارف اخليها حاجه اس حاجه فهخليها 2 في 3، ودي يتحط لها 2 اكس ودي يتحط لها 2 اكس، عشان قلنا من الخواص من شويه ان الاسس توزع على عمليتي الضرب والقسمه. تعال نشوف، ما نتخيلش نسبه الاحداث. الاربعه بالنسبه لي اخليها 2 اس 2، الكل الاس بتاعه اللي هو اكس زائد 2 في التسعه بالنسبه لي اللي هي 3 اس 2 وتاخد نفس الاس اهو زي ما هو. طب الستة يا مستر مش هعرف افكها حاجة اس حاجة، يبقى تفكها الحاصل ضرب عددين. الستة كلنا عارفين ان هي كام في كام؟ 2 في 3، وادي الاس بتاعي اللي هو 2 اكس زائد 3. حلو خالص. الكلام ده هيساوي، هضرب اس داخلي في اس خارجي، ادي الاساس 2 واضرب الاس 2 في اكس هيديني 2 اكس زائد 2 في 2 هيديني 4. ادي الاولاني خلص. في التلاتة لها اس داخلي واس خارجي، اضرب اللي جوه في اللي بره، 2 في 3 هيديني 6 طالما مشطب، زائد 2 في اكس هيديني 2 اكس على، مش ده عملية ضرب ولهما نفس الاس، قلنا الاس يوزع على عملية الضرب، يعني هتبقى الاتنين اهي والتلاتة اهي، ودي هتاخد نفس الاس ودي هتاخد نفس الاس. الكلام ده هيساوي البسط ما فيهوش ضرب اساسات متحده، يبقى هبص على البسط وعلى المقام. هي مش دي 2 ودي 2؟ ايوه، يبقى اثبت الاساس 2 واطرح الاسس. 2 اكس ناقص 2 اكس يطيروا مع بعض، و4 ناقص 3 يديني 1 اهي. في مش ده عمليه قسمه؟ ايوه، اثبت الاساس واطرح الاسس. 2 اكس ناقص 2 اكس يطيروا مع بعض، 6 ناقص 3 يديني كام؟ 3. الكلام ده هيديني 2 اس 1 ب 2، 3 اس 3 هيديني 27
27 في 2 يديني الناتج 54. كده حطيناها في ابسط صوره. يبقى فكره السؤال ده الاساس لو عرفت اخليه حاجه اس حاجه كان بها. ما عرفتش هفكه حاصل ضرب عددين. تعال نشوف تاني. يلا بينا. ادي اهو الاربعه كلنا عارفين ان هي كام؟ عارفين ان هي 2 اس 2 وفي اكس فوق ما تنساهاش. طيب الاتنين جايبه اخرها، ما هبسطها فين اكتر من كده؟ هي متبسطه للاخر اهي. طب وال 16 في ناس هتقول لك ال 16 4 اس 2 هقول له مظبوط. في ناس وده الحل الاسرع لازم تنجز. هو الاساسات كلها ماشيه معايا كام؟ ماشيه معايا اتنينات. يبقى ال 16 لازم اشوفها 2 اس كام. طب لو العدد انت مش عارف 2 اس كام، عدد زي ال 16 ده او اي عدد عموما انا عاوز اعرفه حاجه اس حاجه بس انا مش فاكره، اقعد فكه للعوامل الاوليه بتاعته زي ما كنا بناخدها في ثالثه اعدادي. مش ال 16 احنا عارفين ان هي 4 في 4؟ ايوه. والاربعه مش احنا عارفين ان هي 2 في 2؟ مظبوط. والاربعه هنا برضو عارفين ان هي 2 في 2؟ مظبوط. يعني ال 16 حاصل ضرب 2 في 2 في 2 في 2 زي ما كنا بنعمل في الابتدائي، اللي هي 2 اس كام؟ 2 اس 4. يبقى اي عدد مش عارف اجيبه اهو اقعد فكه الحاصل ضرب عددين لحد ما تصفيه خالص. يبقى ال 16 تبقى 2 اس 4، ما تنساش الكل اس اكس ناقص 2. هبدا اضرب اس داخلي في اس خارجي. يبقى الكلام ده هيساوي ادي 2 اس 2 في اكس هيديني 2 اكس في دي زي ما هي على ادي الاساس زي ما هو 2 اهو. 4 في اكس ب 4 اكس ناقص 4 في 2 ب 8. هبص للبسط هلاقي ان البسط بالنسبه لي عمليه ضرب. يبقى مستر هثبت الاساس كما هو 2 واجمع الاسس. 2 اكس واكس هيديني 3 اكس والسالب 4 تنزل زي ما هي. طب المقام اهو 4 اكس ناقص 8. هي دي عمليه ايه؟ ده عمليه قسمه. يبقى ثبت الاساس 2 واطرح الاسس. وخد بالك في طرح الاسس عشان ما تتلخبطش، الاس اللي فوق اللي هو 3 اكس ناقص 4 لو قلت ناقص وقلت لي 4 اكس ناقص 8 انت كده غلطت بلا محاله، عشان السالب اما بيخش على مقدار بيغير اشاراته كلها. طب يا مستر عشان الحته دي ما تلخبطش فيها، لما يبقى عندك عمليه طرح حط اقواس عشان تبقى ضامن ان انت في السليم يعني. او مش عاوز تحط الاقواس السالب يغير له كله فتبقى سالب 4 اكس زائد 8 مش ناقص 8. الكلام ده هيساوي 2 اس 3 اكس ناقص 4 اكس هيديني سالب اكس سالب 4 ناقص 8 سالب 4 ناقص يبقى زائد سالب 4 زائد 8 مختلفين هطرح بإشارة الكبير يديني موجب 4 وده التبسيط الأخير ليها. تعال نكمل. نفس الفكرة بالظبط لسه حلها من شوية بس هنا قال لي أوجد قيمة الناتج عند ان ب2. تعال نحل زي ما قلنا. اللي ليه حاجة هنعرف نعملها ماشي، اللي ما نعرفش هنفكها الحاصل ضرب ايه؟ عددين. التسعة كلنا عارفين ان هي 3 اس 2 الكل اس ما تنساش الاس بتاعنا 2 ان ناقص 1 في. طب بص هقول لك حاجة احسن لسه جايه في دماغي دلوقتي. مش ال 18 دي 18 هو انا هعرف اخليها حاجة في حاجة؟ 18 اعرف اخليها حاجه اس حاجه في حاجه اس حاجه قدامي 18 لا، فاضطر افكها لايه؟ لحاصل. ركز في الحته اللي جايه دي عشان هتنجز معاك الحل بسرعه. هفكها لحاصل ضرب عددين. طب ال 18 كام في كام؟ 2 في 9. خلاص طب ما تسيب لي التسعه دي زي ما هي طالما انت كده كده هيبقى عندك اساس كمان 9 بدل ما تقعد هو عادي الطريقه اللي كنا نمشي فيها عادي في مليون سكه حل بقى المسائل. بس انت شوف الاسهل بالنسبه لك الاقصر. لما تلاقي المساله فيها تسعات او فيها اساسات شبه بعض مش شرط ابسط العدد. انا هبسط العدد يعني. شوف السؤال اللي فات مثلا 4 9 6 مفيش حاجه هتديني شبه بعض فانا قعدت ابسطها للاخر. هنا نفس النظام 2 4 2 بس انا كان ممكن اسيب الاربعه واخلي 16 4 في 4 او اخليها 4 اس بس الاتنينات بالنسبه لك كلها توصل لاتنينات فالدنيا كانت لذيذه. لكن انا في المثال اللي عندي هل كله هيوصل لتلاتات؟ هل اقدر اوصل؟ لا طبعا مش كله هيوصل لتلاتات. عشان كده سهل الدنيا على نفسك.
سيب التسعة. ال 18 قلنا هنفكها حصل ضرب عددين، 9 في 2. طب طالما انا فكيت العدد لعملية ضرب يبقى ياخدوا نفس الأس. ياخدوا نفس الأس. طب ال 36، ال 36 حاصل ضرب 9 في 4. على فكرة ال 36 ممكن اخليها 6 أس 2 عادي، ولكن انا الاساسات بتاعتي ماشيه كام؟ ماشيه تسعات واتنينات اهو. يبقى ال 36 ده هخليها 9 في 4. طيب مش هما كده خليت عمليه ضرب؟ يبقى الاثنين ياخدوا نفس الاس. ادي 2 ناقص 3 ان، 2 ناقص 3 ان. ايه اللي انا بكتبه ده؟ 2 ناقص 3 ان، والاربعه برضه هتبقى 2 ناقص 3 ان. لا اله الا الله. جاء معاه اما مش مشكله، كله كويس. طيب وبعدين الكلام ده هيساوي، مش دي يا حبيبي 9 مضروبه في 9؟ ايوه. اثبت الاساس واجمع الاسس، 2 ان وسالب 4 ان هيديني سالب 2 ان. طيب سالب 1 وموجب 1 بصفر، خلاص يروحوا مع بعض. في 2 اس 1 ناقص 4 ان على الاساس اهو اللي هو 9 اس 2 ناقص 3 ان. طيب الاربعه ديت، ما الاربعه بقى انا عاوز دي كمان، عاوزها زي دي. يبقى الاربعه خليها كام؟ ها 2 اس 2، 2 اس 2 الكل اس 2 ناقص 3 ان. نكمل. تعالى بقى نظبط الدنيا كده قبل ايه، قبل ما نبدا نختصر اي حاجه. ادي 9 اس سالب 2 ان تمام التمام، ما فيهاش اي مشكله. في ادي 2 اس 1 ناقص 4 ان برضو ما فيهاش مشكله. وادي التسعة اس 2 ناقص 3 ان برضو ما فيهاش مشكله. هنا هثبت الاساس اهو 2 واضرب الاس الداخلي في الخارج. 2 في 2 هيدينا 4 ناقص 2 في سالب 3 هيديني سالب 6. اصبح الدنيا دي كده جاهزه للتبسيط النهائي، عشان انا حولت المساله لمساله مختلفه الاساسات الى مساله متحده الاساسات. هشتغل على التسعة. الكلام ده هيساوي ادي التسعة واطرح الاسس. الاس اللي فوق قلنا سالب 2 ان ناقص الاس اللي تحت لسه قايل لك دلوقتي يا السالب يخش على كله تبقى سالب 2، ويخش السالب على ديت تبقى موجب 3 ان. الكلام ده مضروب. همسك الاثنين واعمل فيها نفس النظام. ادي الاثنين، الاس اللي فوق اللي هو 1 ناقص 4 ان. طب الاس اللي تحت هيخش عليه السالب يغيره كله يخليه سالب 4 زائد 6 ان. الكلام ده هيساوي ادي 9 وهبدا اجمع حدود جبريه متشابهه. سالب 2 ان موجب 3 ان، هطلع بالشرط الكبير يديني 1 ان اللي هي ان. وادي السالب 2 ما فيهاش ملهاش حاجه، هتفضل زي ما هي. في 2 اس سالب 4 ان موجب 6 ان، هطلع بالشرط الكبير يديني 2 ان، و1 ناقص 4 يديني سالب 3. ده التبسيط النهائي للمساله. كده بالنسبه لي هي خلصت. طبعا انا لسه هعوض عن ان ب2، بس هي حاليا ما فيش تبسيط عشان ولا الاساسات متحده ولا اي حاجه، فالموضوع بالنسبه لي هي كده خلصت. ولكن قال لي هقول له عند ان بتساوي 2 هعوض عن ان ب2 فيديني 9 اس. هحط الان ب2 يبقى 2 ناقص 2 في 2 اس 2 في 2 ناقص 3. طب ما 9 اس 2 ناقص 2 لا 9 اس 0 في 2 اس 2 في 2 ب4 ناقص 3 1. اي عدد اس صفر بكام؟ بواحد. 1 في 2 ب2. ده حل السؤال. طبعا كان سؤال طويل بس هو نفس الفكره، انا عاوزك تبقى نفس الفكره. اخر حاجه بالنسبه لي النهارده بيقول لي اوجد حجم مكعب طول حرفه 2a اس 2 x اس 3. ما احنا عارفين ان حجم المكعب من 6 ابتدائي كان بيساوي طول الحرف في نفسه طول الحرف في نفسه. واحنا عارفين ان احرف المكعب متساويه، يبقى انا كأني بقول طول الحرف اس 3. طول الحرف اس 3. طول الحرف اس 3. طيب يبقى حجم المكعب اللي عند حضرتك ده
هقول له هيساوي طول الحرف اللي انت مديهولي الكل اس 3. طب يا مستر يا مش ديت عمليه ضرب مرفوع لها نفس الاس، والاس يوزع على عمليه الضرب والقسمه، يبقى هوزع. يبقى الكلام ده هيساوي 2 اس 3 ايه اس 2 في 3 اس داخلي وخارجي اكس اس 3 في 3 ب 9. 2 اس 3 كلنا عارفين ب 8 يبقى 8 ايه اس 6 اكس اس 9. ادي حجم المكعب. السؤال الاخير يعتبر تطبيق حياتي، بيقول لي ان انا عندي غرفه الارضيه بتاعتها مربعه الشكل. يبقى الغرفه على شكل مربع. تمام. طول ضلع المربع، طول ضلع الغرفه اهو. الغرفه على شكل مربع، كل ضلع فيها طوله كده، وطبعا اضلاع المربع كلها متساويه. يراد تبليطها ببلاط مربع الشكل. عاوز احط فيها بلاط مربع برضه. طول ضلع البلاطه اهو. كم بلاطه يمكن استخدامها لتغطيه ارضيه؟ انا محتاج كم بلاطه؟ والحاجات ده بيستخدمها الناس يعني اللي بتشتغل في السيراميك والبلاط، يقدر يعرف عدد البلاطات المستخدمه قبل اصلا ما يشتغل. يقول لك انا محتاج كذا بلاطه. بص يا باشا، انا الاول اول حاجه بسم الله هعرف مساحه الغرفه كلها كام. يبقى اول حاجه اجيبها مساحه الغرفه كام، وليكن مساحه الغرفه هتطلع بالنسبه لي مثلا 20 افتراضا. 20 هعرف كل بلاطه هتاخد مساحه قد ايه، يعني هجيب مساحه الغرفه ومساحه كل بلاطه. حلو. طلعت مساحه كل بلاطه 4. طب يبقى عدد البلاطات، مساحه الغرفه اللي هي 20 هقسمها على مساحه البلاطه اللي هي 4 يديني فيها الكام؟ فيها ال5. يبقى انا بالنسبه لي يا مستر هقول له عدد البلاطات هتساوي، هجيب مساحه الغرفه كلها كام، هقسمها على مساحه البلاطه الواحده، وبناء على ذلك هعرف انا محتاج كام بلاطه. ده كل الموضوع. وبما ان الغرفه على شكل مربع، قلنا مساحه المربع كنا عارفين اللي هي طول الضلع في نفسه وبما ان يا حبيبي المربع زي المكعب اضلاعه متساويه، يعني ممكن اقول طول الضلع اس كام؟ اس 2. هو عاوزك تستخدم الاسس من الاخر يعني. طول الضلع اس 2. طول الضلع اس 2. يبقى بالنسبه لي عدد البلاطات هيساوي، احنا قلنا طول ضلع الغرفه اهو 2 اكس اس 3 واي اس 2. قلنا عشان اجيب مساحه يبقى اقول له الكل اس 2 اهو. طب مساحه كل بلاطه، طب ما طول ضلع البلاطه اكس واي اس 2، هاجي رايح مخليها برضو الكل اس 2. نبدا نوزع. 2 اس 2 ب4. اكس اس هضرب اللي جوه في اللي بره يديني 6. واي اس هضرب اللي جوه في اللي بره هيديني 4. انزل تحت برضو اس 2، فتبقى اوزع هتبقى اكس اس 2. طب والواي تبقى واي اس 4. ابدا اقسم 4، المفروض هنا المعامل 1، 4 على 1 فيها الا 4. طب ما دي اساسات متحده، اثبت الاكس واطرح 6 ناقص 2 هيدينا 4. واي اس 4 على واي اس 4 يروحوا مع بعض، يبقى عدد البلاطات بالنسبه لي 4 اكس اس 4. وهو ده حل السؤال. وبكده الحمد لله تم الانتهاء من شرح الدرس الاول في منهج الجبر ثالثه اعدادي. الدرس بالنسبه لي كان درس مهم جدا، معتمد اعتماد كلي على اللي خدناه في ثانيه اعدادي واولى اعدادي الخاص بقوانين الاسس. كده الحمد لله تم الانتهاء من الدرس الاول. استنونا ان شاء الله في الدرس الثاني في المحاضره اللي جايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.